في يوم 8 من ذي الحجة يوم التروية ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى منى، ومن لم يكن محرما أحرم بالحج. صلى في منى صلاة الظهر ثم العصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بغير جمع. ثم بعد أن طلعت الشمس في اليوم 9 توجه النبي إلى عرفة في خير يوم طلعت فيه الشمس. نزل في نمرة تحت قبة له وجلس فيها إلى أن زالت الشمس، دخل وقت الظهر، ثم دفع إلى الوادي. معه من الناس ما يزيد على 124 ألفا من المؤمنين الموحدين. لأول مرة منذ قرون يجتمع أولئك الموحدون المؤمنون في هذه البقعة الطاهرة في خير يوم طلعت فيه الشمس. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا في الناس في ذلك الوادي، وكان فيما قال: أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم. ثم قال عليه الصلاة والسلام، أعاد بعض الكلام في اليوم الذي بعده، قال عليه الصلاة والسلام: إن كل شيء في الجاهلية تحت قدمي موضوع، وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دمائنا أضع دم ابن ربيعة بن الحارث، وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب. ثم خطب الناس والصحابة ينقلون صوته، وكان فيما قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء. وكان فيما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وكان فيما قال: أن سأل الناس: إنكم ستسألون عني غدا فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: كل الناس يتكلمون، 124 ألف حاج وحاجة يقولون: قد أديت ونصحت وبلغت. فأشار إلى السماء بأصبعه، ثم إلى الناس قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. إذا الناس كلهم يقولون: قد أديت وبلغت. ثم بعد أن خطب الخطبة أمر بلالا فأذن، ثم أقام، ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. في هذا اليوم خير أيام العام أنزل الله عز وجل في السنة 10 في اليوم 9 في يوم عرفة أنزل الرب: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عمر لما سمعها من الرسول بكى، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، كل شيء قد اكتمل فإنه لا بد أن ينقص. قال: صدقت يا عمر، صدقت يا عمر، اليوم تم الله عز وجل دينه. ثم دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ركب ناقته، ثم ذهب إلى الموقف في عرفة، وظل يدعو الله حتى غربت الشمس. بعد أن غربت الشمس دفع إلى مزدلفة فصلى فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم نام إلى الفجر. وبعد أن أذن الفجر صلى، ثم ذهب إلى المشعر الحرام ووقف يدعو الله جل وعلا: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. لكن قبل أن تطلع الشمس وأسفرت السماء ذهب إلى منى، ركب ناقته وتوجه إلى منى إلى جمرة العقبة الكبرى. ثم أخذ 7 حصيات وقال للناس: على مثل هذا فارموا، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كبر الله مع كل حصاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم بعد أن رمى 7 حصيات نادى بالإبل 100 بدنة، جيء بها فنحر 63 بيده، ثم ترك 37 لعلي بن أبي طالب ينحرها. تم 100، ونحر من الإبل عدد سنوات عمره، ثم أكل منها وأطعم البائس والفقير، ثم حلق عليه الصلاة والسلام وتحلل هذا التحلل الذي لم يكن تحلل قبله عليه الصلاة والسلام، وهو التحلل الأصغر. ثم
توجه إلى البيت الحرام. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد. بعد أن تحلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إحرامه ركب ناقته وتوجه إلى البيت الحرام ليتم حجه. أفاض مع الناس كما أمره الرب عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي أنتم كالناس. الناس تفيض إلى البيت الحرام كالأمواج، خرجوا إلى البيت الحرام ليؤدوا طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج. طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم العاشر من ذي الحجة وخطب الناس أيضا خطبة أعاد جزءا مما خطب بالأمس في اليوم التاسع، وكان مما قال أن سأل الناس: أيها الناس، أي شهر هذا؟ فقال الناس: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ثم سألهم: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظن الناس سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة يعني مكة؟ قال الناس: بلى. قال: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظن الناس أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قال الناس: بلى يا رسول الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ثم قال لهم: لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأطال في الخطبة يوصي الناس ويذكرهم. ثم قال لهم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. أقام النبي يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كلها في منى يذكر الله جل وعلا ويعلم الناس دينهم. يأتيه السائلون، يأتيه المستفتون فيعلمهم ويخبرهم أمور دينهم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ثم وكان يرمي الجمار في تلك الأيام الصغرى والوسطى والكبرى 7 7 7 يكبر الله مع كل حصى. ثم جاء يوم النفر الأكبر يوم 13 من ذي الحجة. خرج النبي من منى ونزل الأبطح فبات فيها ليلة، ثم توجه إلى البيت الحرام فطاف الوداع، وداع هذا البيت، وربما لا يراه النبي مرة أخرى. ودع البيت ثم قفل راجعا إلى مدينته.